approchez. 2 kilos d'orange, la troisième est gratuite, on se dépêche, il n'y en aura pas pour tout le monde. Qui veut mes pommes de terre? Ah, les belles pommes de terre. On s'approche, on se dépêche. Allez, allez, il n'y en aura pas pour tout le monde. Les tomates, on approche. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. بونجور. اهلا. قد ايه صار لك عايشه بباريس؟ 3 ans. شو بتشتغلي؟ بشتغل سيرفيس في اوتيل. وليه ما بتشتغلي ببلدك؟ ليه جيتي لهون؟ والله ما فيش خدمة عندنا في البلد، وان بليس هذه الخدمة بيقولوا عليها عيب. طيب ثانك يو. ليه جيت على باريس؟ Qu'est-ce que mes projets à venir à Paris? Il n'y a pas de différence entre Paris et notre bled là-bas. C'est un unique peuple. On a vécu toute notre vie avec eux et on parlait leur langue et on connaisse mieux quand même. طيب ثانك يو. حياتكم بسيطة، تعملي اللي بدك اياه، ما حدا بيقلك شو لازم تعملي وشو ما لازم تعملي. بدك تحبي بتحبي، بدك ترقصي بترقصي، بدك تشلحي ثيابك وتمشي بالشارع بالزلط، تشلحي ثيابك وبتمشي بالشارع بالزلط. جيت لهون من شان الحرية، انفلات، الحب والسعادة. شو بتشتغلي؟ أي شي بيطلع مصاري. عمري ما حسيت بأن هذه بلادي. جيت هربانة من خواتي الرجالة اللي كانوا باغين يقتلوني عشان حبيت ولد جيراننا. هربت منهم وجيت لهاد البلاد ودورت على أي شغلانة باش نعيش، ونحمد الله بشتغل في بوتيك. وكم خي عندك؟ 8، 3 رجالة و5 بنات، أنا الصغيرة فيهم. وبيك عايش؟ لا مات. وأهلك ما بيعرفوا عنك شي؟ لا أمي تعرف وببعت لها فلوس عشان تصرف على أخواتي. مش قلتي لي إنه أخواتك رجال؟ إيه بس ما بيشتغلوش. وهن عارفين إنك عم تبعتي لهم مصاري؟ أكيد عارفين بس بيستعبطوا. الفلوس بتنسي الناس كل حاجة. اشتقتي لبلدك؟ عمرها ما راحت من بالي لحظة واحدة. انت لبنانية مش كده؟ بتحبي الكسكسي؟ كثير. بتعرفي تعملي كسكس؟ طبعا بعرف. طب أنا عازماكي على الكسكس. ايه؟ عشان حبيت ولد جيراننا. والشاي الجنبي تحسي كده ان كلامها طالع من قلبها. انا لازم اشوفها. انا حاسه ان انا لو رسمتها لوحدها هتبقى اهم لوحه في المعرض بتاعي. انتي تعرفي مكانها؟ اكيد، ولو عزمتني لعندها وقالت لي انه بتعمل اطيب اكله كسكس بباريس. بتصل فيها هلا وبنروح لعندها. شفتي يعني هي حلوه ازاي؟ انا لازم ارسمها. مرحبا بكم. البيت نور. بعرفك على عايده صديقتي ورسامه من مصر. اول ما شافتك بالانترفيو قالت لي لازم ارسمها. ترسمني انا؟ سابت كل البنات الحلوه اللي في باريس وترسمني انا. طبعا ده انتي زي القمر. تفضلوا تفضلوا. مرحبا بكم. حالا نحضر لكم العشاء. هي غنيه قوي كده؟ مش معقول شو طيب هالكسكس، اطيب كسكس لقيته بحياتي. على فكره رح يكون عندك زبونه دايما من هلا ورايح، بدك تحمليني. عندنا بقى في مصر بناكل الكسكسي بالسكر. عندكم كل حاجه بالسكر. واولهم انتي. ادفو دموازيل ومدام. انا عايده وبس، لا دموازيل ولا مدام. انا بقى اكلت اكل بكفينا 4 ايام.
بالهنا والشفاية الحبيبة. ميرسي. شقتك حلوة قوي، تكسبي كويس؟ بكسب، دفعت فيها غالي بزاف. الوحدة منا بهاد الغربة تلقى نفسها ضايعة، ما تعرف تقول ايه ولا لا. اللي تشوفه قدامها ممكن يريحها كتعملو، الا جات تعمل حساب لكل حاجة عمرها ما تفلح. وخاصة انك عايشة بمجتمع ما في حدا يراقبك، ولا خي حدك يقلك شو لازم تعملي وشو ما لازم تعملي، ولا اهلي يحاسبوك على كل خطوة عم تعمليها. سيبك من الكلام ده دلوقتي وسيبيني اسأل سؤال. ها، هتجيلي الاستوديو امتى عشان ابدا ارسم؟ ميعاد معرضي قرب. ويلي ويلي، ما نقدرش نجيلك من غير ما ناخد اذن من عند السي علي، راه كيحاسبني على كل خطوه كنعملها. ليش انت مجوزة؟ تقدري تقولي ولي امري او الرئيس بتاعي في الشغل. ما نقوم نعمل لكم كوبايه شاي خضر بالنعناع. ما تقلقيش، انا ممكن اروح له واقنعه وحيوافق ان شاء الله. عبالي كتير اسمع شي لأم كلثوم، عندك شي شريط؟ واللي غنيكم ام كلثوم. وبتغني كمان؟ وام كلثوم مره واحده؟ يا سلام. طب غني لنا يلا. يلا غني يا سعاد. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. المغنى حياة الروح، يسمع العليل تشفيه. المغنى حياة الروح، يسمع العليل تشفيه. وتداوي كبد مجروح، تحتار الأطباء فيه. وتخلي ظلام الليل في عيون الحبايب ضي. شوي 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 شوي، غني لي غني وخد عيني. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. سعاد، اجي مش فاهمه يعني اشمعنى الكاراتيه ده اللي انت بتحبيه؟ ليه يا بنتي العنف ده؟ لما بتعرفي تدافع عن حالك بخافوا منك، وما تنسى نحن بعصر مليان زعران. على رأيي. عارفه يا امل، سعاد دي بتفكرني بنص بنات مصر اللي بيدوروا على راجل يتحموا فيه وخلاص. ده اللي راجل ولا ده اللي حيطه. مانيك شايفه هذا اللي معي اللي مسميته ريس تبعها؟ شكله مثل الحيطه تمام. البنت دي جواها حاجه حزينه نفسي اعرفها. ومين منا ما في شي جواته حزين؟ تفتكري وجودنا في فرنسا هيغير فينا حاجه؟ هذا سؤال صعب اجاوبك عليه هلا، لانه كتير جوعانه ولازم اروح على جريده هاللحظه. بونجور. تأخرتي ليه؟ ثاقبت تأخرنا. الست دي بقالها ساعتين مستنياكي، مش عايزة اتكلم حد غير لما انت تيجي. ليش؟ شو في؟ أهلا، مرحبا. كيفك ست أمل؟ الحمد لله. أنا أم حسان، فلسطينية من القدس. أنا متابعة كل تحقيقاتك في التلفزيون، وأنت الوحيدة اللي ممكن تساعدينا وتوري الناس الظلم والكوارث اللي عم تحصل لينا. طلعي شوفي هالصور. حديش حاسس فينا، ما حديش بيوقف جنبينا، الكل خايف منهم ومن نفوذهم. بنتي ماتت قدام عيني،
يا صغيرتي يما، يا نار وقايدة برجع يما. أنا ما بخلش على القدس بولادي، لو كانوا كبار كنت زفيتهم بإيدي للشادي بدا تراب القدس. بس إني صغار ما لهم ذنب، اللي ما عاد في رحمة ولا إنسانية، ولا الله نسانا. استغفر الله العظيم. أنا فايت أشوف رئيس التحرير. تفتكر الرئيس ممكن ينشر صور زي دي؟ تفتكر دي خبطة صحفية بالنسبة له؟ إذا ده حصل تبقى الدنيا اتغيرت. مستحيل الدنيا تتغير. عايزانا نعمل ايه؟ ننشر الصور في الجورنال ونكسب عداوة الناس في فرنسا وأوروبا كلها؟ ما انت عارفة في المواضيع دي الحرية محدودة جدا، وفي توازنات لازم نعمل حسابها. توازنات شو؟ الناس عم بتموت، ونحن كجورنال عربي توصلنا صور من هالنوع بتعكس الواقع والحقيقة، منكبها؟ نتجاهلها؟ واجبنا الصحفي نحافظ على موقعنا هنا في باريس، وما نغلطش أي غلطة ممكن تودينا كلنا في داهية. طيب عن إذنك. ارجعي للست دي طمنيها بكلمتين حلوين وقولي لها إن احنا هنهتم بموضوعها. يعني هذا آخر كلام؟ نسيتيني كنت عايز أقول لك إيه؟ قدرت آخد موافقة الزعيم اللبناني بشارة إن هو يدينا حوار ينفرد بيه جورنالنا. كده تبقى أكبر ضربة صحفية تهز العالم كله. بشارة؟ هيدا سفاح ومسؤول عن نص المجازر اللي صارت بلبنان. عظيم. انت بشطارتك هتخليه يتكلم وهتطلعي منه العجايب. على فكرة ده طلبك بالاسم. اللي هو بيعرفني لا يطلبني بالاسم؟ ضروري شافك في حتة أو شاف البرنامج اللي انت بتقدميه في التلفزيون. ده راجل نمس ما بيفوتش حاجة حلوة أبدا. وشو خص الحلاوة بموضوعنا أستاذ حسام؟ الحلاوة يا أمل تفتح كل الأبواب. رئيس التحرير اهتم كتير بموضوعك وصورك، ونحن كمان رح نعمل اللازم. عن جد؟ ولا يهمك، ما تعطي هم. الله يحفظك يا بنتي. أنا كنت عارفة إنه الله ما راح ينسانا، وإنه الدنيا لسه فيها نخوة وشهامة. بخاطرك يا بنتي. مع ألف سلامة. طبعا كذبتي عليها. شو كنت بقدر أعمل غير هيك؟ بتعرف مع مين رئيس التحرير بده اياني اعمل انترفيو؟ مين؟ بشارة أبو زعتر. بشارة أبو زعتر؟ ده أغزر بني آدم شفته في حياتي. مسؤول عن نص جرائم لبنان. بيتاجر في المخدرات والسلاح. راجل زي ده هيكون عنده يقول. شو عرفني أنا؟ على كل حال ما جاوبته إذا رح روح ولا لا. أنت مش عارفة سمعته، كان لازم تقولي لا. وبعدين اشمعنى أنت؟ وكمان طلبني بالاسم. يبقى عجبتيه. هو رئيس تحريرنا بقى قواد على آخر الزمن ولا إيه؟ خلص كمال، بكفي. عرفت الشغل أنا.
بونجور. بونجور. سي علي نسبة؟ ايوه، اي خدمه يا مدام؟ أنا عايدة صالح، رسامة من مصر. في الحقيقة أنا جاية استأذنك تسمح لي أرسم سعاد عشان لوحة للمعرض بتاعي. ايش معنى سعاد اللي حترسميها؟ وشها جميل ومعبر وعينيها بتقول حاجات كتير. دخلت لدماغك. أنا جاية استأذنك إن سعاد تجيلي المرسم كل يوم. كل يوم؟ لا يا مدام. وانا اعمل ايه مع الزباين تاعي؟ افصلهم ولا اخيط لهم ولا اعمل ايه؟ لا 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 يا ستي يا مدام. لاقي موديلاتك في حته ثانيه. رم هناك في الشوارع مثل القطط. سعاد. نعم يا دي، شو اللي اعرفك بيها؟ أهلا ست عايدة، تفضلي. ازيك يا سعاد؟ الحمد لله. أنا مستعدة أدفع لك نص الأجرة اللي بتديها لها أثناء جلسات الرسم، وبكده نبقى خالصين. خالصين؟ يعني ايه؟ أنت بس أمر، إيه اللي يرضيك وأنا تحت أمرك؟ أنا الشيء اللي بجنني هو إيش معنى سعاد بالذات؟ عشان شايفة في وشها كل مأساة الغربة. وهي اللي اشتكت لك على حالها؟ لا يا سي علي، الرسام بيشوف ويقرا للناس التانية ما بتقدرش تشوفه. عشان كده أنا جاية استأذنك، لأن سعاد قالت إنها مش هتعمل حاجة من غير رضاك. سعاد أصيلة، بنت الأصول، لكن ما نحبش تغيب عن المحل أكثر من ساعة زمن. والأجرة 400 فرنك. وأنا موافقة على كل طلباتك. واشتغلت عنده في البوتيك. حبني، بس قال لي ما يقدرش يتجوزني عشان متجوز وعنده أولاد. كنت عايزة أعيش بالسلام. أهو جاب لي الشقة اللي شفتوها، ويجي بات عندي كل يومين، يعطيني فلوس بالقطارة. ما بقيتش طايقة غيرته عليا، ويمد ايده عليا كل ما يحس إن حضيع مني. انتي عمرك ما حبيتي يا سعاد؟ حبيت ولد جيراننا، بس ظروف كتيرة فرقتنا، ما قدرناش نتجوز. كان فنان، هو اللي علمني أصول الغنى، بس راح وضاع زي كل الأحلام الحلوة، منهم الله خواتي. طب وهنا في باريس ما حبيتيش حد؟ في روجيه، شاب فرنساوي عنده محل قصاد محل السعلي. بحس إنه قلبه حنين وبرتاح لكلامه، لكن ما قدراش نجلس معاه. أصلا ما تعرفيش السعلي ممكن يعمل فيا إيه لو يعرف إني كنكلمه. انتي مش عارفة تخرجي من السجن اللي حطيتي نفسك فيه، لا هنا ولا في بلدك. أمال جيتي باريس ليه؟ عشان تحبسي حريتك وإرادتك؟ ما ترجعي لبلدك أحسن. تعرفي يا عايدة، أنا ابتديت أحس إني بعيش دنيا جديدة من يوم ما عرفتك أنتي وأمل. حقيقي أنا مش من مستواكم. عيب تقولي كده يا سعاد. أنا عارفة أنا إيه يا عايدة، عشان كده أنا بحس بالفخر عشان قبلتوني صاحبة ليكم. أنا خايفة كتير على أمل، حاسة إنها لسه ما خرجتش من كابوس الحرب اللي عاشته في بلادها. حاسة إنها تايهة وحيرانة، عاملة نفسها متحررة وواثقة من نفسها.
بس هي بتتحرق من جواها. أنا فاهماها كويس عشان أنا بتحرق زيها، بس أسبابنا مختلفة. انتي مدهشة يا سعاد. انتي عارفة بس ايه اللي ناقصك؟ انك تعرفي انتي شعرك بعدك رسامة ولا مازال؟ لا باقي شوية. انا عرفت شكون اللي عرفكم بها. هذيك اللبنانية، هذيك المجنونة هذيك، كلكم بحال بحال زي بعض. تضلوا تصرحوا في شوارع باريس مثل القطط طول الليل، تقلبوا على اي رجل يريحكم. عيب السي علي، عيب تقول هذا الكلام. انت ما لميتنيش من الشوارع، نسيتي الافعال الشيطانية اللي عملتيها باش نعيش معاك. ده اللي يعجب النساء. خلينا من هذا الحديث، يلا نتكلموا لغة أخرى. تعالي 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 تعالي. Une chambre pour 2 heures. Chambre numéro 16, 3e étage. Les clés? Toutes les portes sont ouvertes. Allez, bonne bourre. Pas trop, mais bon. Ah oui?
ازاي سكتيله؟ مش كفايه انك عايشه معاه هو قد ابوكي، بتخدميه وتدلعيه، هو بيعاملك زي ما تكوني جاريه عنده. ايش نعمل؟ واروح فين؟ فوقي لنفسك يا سعاد، حاولي تطالبي بحقوقك. هو مش مأجر لك شقه؟ ليه ما يكتبهاش باسمك؟ ليه ما يفتح لكيش حساب في البنك؟ هو مش بيقولوا انه لمك من الشارع؟ يبقى تحاسبيه بقى زي بنات الشوارع، ما دام هو اللي عايز كده. مش هيرضى، هيطردني لو قلت له الكلام ده. يطردك؟ هو هيلاقي فين واحده في جمالك وشبابك قبل تعيش معاه خدامه ومديره اعمال؟ حاولي تكوني شديده معاه، هدديه انك هتسيبيه وهتشوفي. النوع ده من الرجاله انا عارفاه كويس. يا ريتني كنت كده زي ما انت شايفاني يا عايده. انت احسن من كده كمان 1000 مره. شفت الناس مبسوطين بلوحاتي ازاي؟ قولوا لك ده هيوديكي في داهيه. يلا بينا نروح. الفنانة عايدة رستم جائزة الدولة التشجيعية عن لوحتها عيون لا تعرف المستحيل. الجايزة دي انت اللي تستحقها، لكن الظاهر ان احنا في عصر الستات. هو ده مكان بوس؟ كفايه النهارده كده يا سعاد، نكمل بكره ان شاء الله. مبروك يا مدام عايده. ميرسي قوي. اداره البعثات وافقت على بعثتك لفرنسا، وانا واثق ومتاكد يا استاذ خالد انها هتطور رقبتنا هناك. متشكره قوي يا استاذ صلاح. على فكره ما تنسيش تمري على الاداره بكره عشان تخلصي باقي الاوراق. ان شاء الله. سلام. ما كنتش عايز اقول حاجه قدام الراجل، بس هي كلمه واحده، مش هتسافري يعني مش هتسافري. انا اتجوزت واحده تربي ابني، مش واحده تتصرمح في بلاد بره. ولعلمك لو سافرتي مش هترجعي البيت ده تاني، وابنك مش هتشوفيه تاني. سعاد سعاد
اللي هنا يا فجرة. وقد زنتقي مع الجيران. شو فكرت تعملي مع ذاك الكلب روجي؟ ندوي. انا ما كنتش خايفة. ضرب بالليل والنهار. يا راجل ما تشوف وجهك في المراية. شوف وجهي في المراية. كذبة. شنو هو هذا الحق ان شاء الله؟ كتير وكتير بزاف وانت عارفه. اللي انا عارفه هو كي خصك تخرجي من هنا فورا الى الشارع اللي هو مطرحك. واقفه تحلوني مع فرنسا وياك. هادو ما عندهم غير السرير. اشتقتي للسرير الغرب اللي انا نجيتك منه ياك. انت قبيح وليتي كتخرب. أمل رئيس التحرير بيدور عليكي بصوت. ايه مالك مش على بعضك ليه؟ لا ولا شيء، بس شوية تعب. خلينا نشوف شو بدهم. خلينا نفوت لعندهم. تسأل مالك؟ قلت تسألنا كلنا مالكم. يا عبد الله مالك انت كمان؟ ولا حاجة، ليس في الإمكان أبدع مما كان. بس صاحب الشقة اللي أنا قاعد فيها طلب مني مهلة أسبوع عشان أسيبه. ليه؟ أسأله. يمكن لوني ما عاجبه أو اسمي ما عاجبه. المهم انت هتعمل ايه؟ ولا حاجة، وأنا قادر أعمل حاجة. ده كان يوم أسود يوم ما سبت بلدي. على فكرة حسام أخذ لي موعد مع بشارة بكرة الساعة 12. انا هكلم حسام وهروح بداله، ده اختصاصي. ما تخاف علي، أنا قبضاية وبعرف دافع عن حالي. تدافع عن نفسك مع راجل لا عنده مبادئ ولا اخلاق ولا كرامه. وانت شو عرفك فيه؟ انت نسيتي ان انا عشت في لبنان 5 سنين وقت الحرب عشان اراسل الجريده بتاعتي. وقتها كان في عز جبروت وكل ملفاته الوسخه كانت عندي. صحيح. انت شو يلي خليك تبقى بلبنان كل هالفترة؟ حظي بقى. تاني يوم وصلت المطار اتقفل والضرب اشتغل على ودني. ما كنتش عارف اعمل ايه ولا اطلع ازاي. وليه ما حاولت تهرب عن طريق البر؟ لاني بحب مهنتي. حسيت اني هبقى جبان لو ما غطيتش الاحداث المهمه دي. وقعدت هنا 5 سنين. كانوا احسن 5 سنين في حياتي. شفت فيهم حاجات عمري ما تخيلت انها موجوده. منشان هيك انا بدي اتعرف عليه وشوفه. انت عنيده ومجنونه. يمكن عشان كده بحبك. على فكرة بكرة افتتاح معرض عايدة، بدي اياك تجي تغطيه، تعمل لها صفحة كتير حلوة. شفت يا باريس عملتي فينا ايه؟ اللي بيكتب في السياسة عاوزاه يكتب في الفن، واللي بتكتب في الفن عاوزة تكتب في السياسة. وليش لا؟ مش نحن جورنال عربي؟ أنا تعبتك معايا قوي النهارده يا سعاد. عيب تقولي هكذا يا عايدة. إن ما تعبتش عشانك حتعب لمين؟ ما خلاص ما بقى لي حد غيركم من بعد ما رماني الساعة لي في الشارع. الحمد لله إنها جت مني، عشان أنا عارفة إنك كنتي عمرك ما هتتجرأي وتسيبيه. ولا يهمك، تنامي عندي هاليومين لكنت لقيتي لك حلة. الله يا ربي، هنبقى نشحطط كده يمين وشمال. يا عيب الشوم عليكي، بتسمي النومة عندي شحططة؟ Félicitations, madame, grand succès. Merci. الو الو. يا ريتني عمري ما سبت بلادي وجيت هنا. ادي اخرتي. اخرتك شو؟ قولي بدايتك يا زكية. الشاطر منها يلي ما بيطلع لورا.
تعرفي يا أمل، أنا أحيانا بقول لنفسي يا ريتني ما كنت جيت. انا لو ما جيت كنت هلا تحت التراب. كل البنات اللي عرفتهم من بلادي تشردوا، ما فيش إلا القليل جدا اللي عرف يواجه الحياة هنا. فاكرين جاو ياكلوا في باريس؟ باريس كلتهم ورمتهم عظم. ما بتصور هالكلام مزبوط. انا بعرف كتير ناس تركوا بلدهم وشقوا طريقهم ونجحوا وصاروا حتى احسن من الفرنساويين. طب خلص خلينا نقوم نكفي شغلنا ونخلي عايدة تشوف حالها. اوكي يلا. Arrangez cette fleur s'il vous plaît. Ça va. Merci. متأكدة مش حتقل عليك؟ ولو عيب عليكي. روحي على الابرتمان جيبي اغراضك وتعي، ورح تشوفي اذا ما رجع لعندك راكع على اجري ما بيكون اسمي امل. ربنا يخليكي ليا. نبص هنا شوية. كمال ده طلع مفاجأة. أنا كنت فاكرة كل اللي بيشتغلوا في السياسة مالهمش في الفن. ياما في الجراب يا حاول. كمال تعال أنا عايزك. تعال. هي سعاد ما جاتش معاكي ليه؟ راحت على الابارتمان تجيب اغراضها ونطرتها شوي وبعدين خفت ما اتأخر فضلتني جاية لهون. يا خوفي يكون سي علي ده شافها وخلاها تغير رأيها تاني. طبعا. ها يا ترى اتفقتوا على اللوحات اللي عايدة عايزة تنشرها عندنا في الجورنال؟ عايدة بصراحة أنا عمري ما كنت فاكر إنك فنانة كويسة للدرجات دي. ميرسي يا كمال. صاحبتي أكيد بدها تكون كويسة للدرجات دي. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. عشان كده المعرض اللي فات بهدلتيها فيه وقلتي عليها ما بتعرفش ترسم ولا حاجة. أنت لسه فاكر؟ على العموم أنا سعيدة بالنقد اللاذع ده اللي خلانا في الآخر بقينا أصحاب. مش بيقولوا ما محبة إلا بعد عداوة؟ أنا هخرج منها وابقي اكتبي أنت الموضوع. لا يا كمال عشان خاطري المرة دي أنت اللي تكتب. طيب. بعدين المعرض ده مفاجأة حقيقية، في مزيج رائع بين الشرق والغرب. بالمناسبة اللوحة دي عجباني قوي، ممكن احجزها؟ للأسف حضرتك اخترت اللوحة الوحيدة اللي مش للبيع. ليه؟ عايزة احتفظ بيها لنفسي. هو مش من حقي ولا ايه؟ على فكرة أنا عزمتك الليلة على العشاء. أي ساعة هو بسكر المعرض؟ لا 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 لا، أنا اللي عازمكم وفي مطعم يجنن. لا معلش، هو أنا سبقتكم. أنا عزمت المدام على العشاء وهي وافقت. عظيم. نحن رح نروح سوا هيك نوفر عليك أكتر كمان. يلا باي. وانت ايه اللي خلاك متأكد قوي كده اني هقبل دعوتك؟ واحد عجبه شغلك وعايز يعرفك أكتر، وبعدين مش كفاية رفضتي تبيعي لي اللوحة، كمان هترفضي عزومتي على العشاء. أنا هعدي عليك كمان ساعة لما المعرض يقفل، أوكي؟
عمري ما تخيلت انك متدينة للدرجة دي. لو ما شوية إيمان اللي عندي كنت خلصت من زمان. تحبي تدخلي جوه شوية؟ كل ما أشوف كنيسة بتذكر حريسة بلبنان. كنا أنا وفريد أكتر محل نحب نروح عليه. انت لسه بتفكري فيها أمل؟ المشكلة إنه ما بعرف إذا كان عايش ولا ميت. أوقات بحسه حدي، وأوقات كتير بحس إنه ما بقى رح شوفه أبداً، وإنه ضاع مثل كل شي حلو راح من حياتي. مش ممكن تستمري كده، لازم تطلعي الموضوع ده من دماغك. خدني على البيت وتعزميني على فنجان قهوة؟ بأمرك. ايه ده ما بحياتي عرفت رتب ابارتمون تبعي. تفضل. لا 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 لا، ما تتعبيش نفسك، انا هقعد على الارض. طب اوكي. ودي هحطها هنا. راح اعمل لك قهوة. لا لا، القهوة هتفوقني. تعالي اقعدي جنبي. واضح انك بتقري كتير. بنسى همومي، برجع لبيروت اللي عمرها ما راحت من قلبي. احلى بلاد الدنيا واجمل ايام قضيتها فيها. اقولك الايام يلي راحت ممكن ترجع مرة تانية. لبنان هترجع من اول وجديد، والحرب دي هتبقى ذكرى أليمة. انا خايفة من يلي راح، خايفة من يلي جاي. مش انت اللي تقولي كده، انت اقوى. بالظاهر بس انا من جوا مكسورة بحاجة لحماية. انت الوحيدة اللي بتقدر تحميني. بدي اسألك سؤال بتجاوبني عليه بصراحة. في حدا بحياتك؟ كان في واحدة فرنسوية اسمها باسكال، كانت بتشتغل معايا في الجورنال. قعدنا مع بعض 2 سنين، اضطرت تسافر عشان تروح أمريكا مع أهلها. وليه ما تجوزتوا ما دام بتحبوا بعض؟ لأني كنت بحبها فعلا، لكن ما كانتش الست اللي عايزها تبقى أم ولادي. شو عم تعمل؟ مين فكر حالك؟ ما رح تخليني خونه، لا انت ولا اي حدا تاني. برا، اطلع برا، ما حدا رح يقدر ياخذ محله.
ده لو كان عايش. عايش ومش انت رح تخليه يموت، انت بتكرهه، بس انا رح فتش عليه ولاقيه واثبت لك انه بعده عايش. فوقي نفسك بقى. فريد اتخطف في نص الحرب في لبنان، واللي بيتخطف في الحالات دي ما بيرجعش ابدا. سامحني بليز، سامحني، ما بعرف كيف تصرفت معك هيك. بده يكون يمكن شربت كتير. بليز رد علي، انت بتعرف انه ما لي حدا غيرك بالدنيا. بليز رد علي، رد علي. رد علي. بونجور شيري. ما عادش عليا نسيبك زعلان. سعاد، سعاد، مدة طويلة واحنا مع بعض ولا استطعتي تفهمي طبعي. أنا كنحبك يا سعاد، حبي ليك مثل الطفل، مش نحكي غير عليك. أرجوك قبلي مني هذه الهدية كدليل على معزتي لك. تفضلي افتحيها وتشوفي مقدار معزتي لك. يا رأيك؟ حلوة، زوينة. زوينة بس؟ شريتها ب1000 فرنك. شوف السي علي، احنا لازم نكونوا صريحين مع بعض باش نقدروا نكملوا. كتقول كتحبني ما تقدرش تزوج بيا. يمكنش، وهذا أكبر دليل على معزتي لك. وشي قلت لك مرارا وتكرارا. ورضيت وانا عايشة معك، ولكن بغيتك تأمن لي مستقبلي. هو أنا لاصق وأنت لاصقة، شوش بينا بين القاضي. كيف معاك وانت كل ما تغضب مني تطردني بحال ما نكون خدامة عندك؟ انت جرحتي كرامتي بزاف قدام الناس كلهم، وهذا ما ننساهش عمري كله. وهذا هو السبب على جيت نعتذر ونطلب المسامحة ونقدم الطاعة. لا، اللي فات ما يتنساش. كم مرة كذبتي عليا وثقت بيك وما تضحكش عليا بفلوسك. روشي هو اللي طمعك، باش وعدك هاد الكلمة هذا. خلينا في الموضوع ما طلعش منه. قولي اللي تبغي وانا نعملو لك. أمن لي مستقبلي. ما انت تشتغلي معايا في البوتيك. البوتيك مالي حاجة فيه، لما تطردني نبقى في الشارع. باش نقول لك السي علي، خلينا نتفرقوا صحاب كما تلاقينا صحاب. ما قدرش اسيبك يا سعاد، ما قدرش اتخلى عنك. عرفتش كي مر الوقت عليا وانا قاعد استناكي مثل الكلب. لو تبغيني نرجع تكتب لي جزء من البوتيك وتكتب لي الشقة باسمي. اللي انت عايزاه بس ترضي. اعطيني شيك مش حصرفه، حيبقى في ايدي ضمان. تحت امرك، بكره اجيبولك. لا، اعطيه لي الان. يا فاجرة. ايش كتكتب؟ ماشي اقل من 100,000. 100,000 كتير عليا. قايلي انا بوحدي. وانا شكون عندي من غيرك؟ اعتبرني بحال مراتك، ولكن ماشي بحال مراتك اللي ما تسالش فيك. انا غير بغيت نامن مستقبلي من الغربه والزمان. يا لئيمة، خليني نعمل لك كاس ويسكي باش ينعشك. لا لا لا، الويسكي تينعسني، انتي اللي غتنعشيني. ويلي. شويكا.
شايفة نصيحتك يا عايدة؟ أنا خلاص زليته، حيبقى خاتم في صباعي، حدفعه تمن الذل اللي شفته معاه. أنا كنت متأكدة إنك مش هتعرفي تسيبيه. إحنا مربوطين مع بعض بخيط ما نقدرش نقطعه. أنا بكرهه رغم كل اللي بيعمل لي عشان يرضيني، لأنه حرمني عيش سني. بس دلوقتي خلاص عني لحظة، ده حتى عامل لي حفلة عشان تصالحنا وعازمك انتي وأمل. مسي علي. مسي علي. منصور. اهلا وسهلا. اهلا بكم صديق عمري منصور صاحب الكبر. يا رب يكون المكان عجبكم. معلوم تشيز. زي صحة. انت شفت حريم السلطان؟ مسي علي، انت وعدتني نسمع صوت الست سعاد. دي الحفلة دي كلها معمولة عشانها ولازم نسمع صوتها. لو تغني تغني. طبعا أحب أغني. أنا همشي. هاتك رايحة لعنده. هو مين ده؟ ولو على صاحبتك. إيه اللي فاضل عمر، لازم أشوفك. أيوة دلوقتي. لا مش هقدر استنى لما تيجي. اديني العنوان وانا جايه. برافو برافو برافو، كنت هايله. على فكره لو حبيتي تغني انا موجود، تقدري تيجي في اي وقت. إله إكستراوردينير. ميسي إكستراوردينير. يلا بينا احنا نمشي. دابا غنيتي ليهم، أنا اليوم غتغني ليا وترقصي ليا بروحك. الفيلم يا بيت. بس عشان مش عايزة اتحرم. مش بتحرمي يعني؟ طب تعالي بقى. ها قولي حرمت، قولي حرمت. ها هتبطلي؟ ها كده؟ طب تعالي بقى. عارف، أجمل إحساس في الدنيا إنك تبقى قادر تحب. مش بس يحب على فكرة، كمان يتحب. نفسي أعرف بتقول عليا إيه دلوقتي وأنا معاك هنا. بقولوا عليك إنك ست صادقة، وإن أنتي ما حاولتيش تعملي معايا مناظر عشان تثبتي إن أنت ست كويسة. عايزة أعترف لك إن اقتحامك ليا وجرأتك عجبوني. وجودك معايا هنا محسسني إنك حرة، وأنا أحب الست الحرة. راجل جميل أوي. كلهم بيقولوا كده، بس اللي أجمل منك تفكيرك. تعرف أنت إيه أحلى حاجة فيكي؟ سحرك.
يلا نروح. تفضل. اهلا وسهلا، شرفت. تفضل. شو بتحبين ضيفك؟ ميرسي، باخد كافيه. كافيه. حسام رئيس تحرير شكر لي فيك كثير. بتعرفي انا بباريس مقابلاتي كثير محدده، لكن هيدي المقابله استثناء كرمال هالعيون الحلوين. لا لا لا، ما في لزوم لتسجيل ديموزيل امل. انا محضر لك الاسئله كلها والاجوبه كمان. مش اريح لك هيك؟ لشو التعب والمقابله؟ ما فيك تبعتها مع اي حدا على الجريده. ونخسر الشوفه الحلوه؟ لا لا لا. انت من بيروت ما هيك؟ نعم. من كم سنه وانت بباريس؟ 2 سنين. الو، شو هالكلام اللي عم بسمعه؟ لا لا لا، لازم تربوا على كريت. ما تقاطعني ولا كلب. انا فهمت ربيع على كل شيء. كلام الزعيم هو اللي بيمشي وبس. انا تشرفت بمعرفتك ديموزيل امل. يا ريت نقدر نعرف بعض اكثر واكثر. انا حابب استفيد من معلوماتك. حسام خبرني انك افضل وحده عنده. اي خدمه بتريدها هيدا كارتي. احلى كارت عندي هو جمالك ديموزيل امل. انت حلوه، حلوه كثير. انا بحب اتعرف عليكي واعرف افكارك وارائك بالحياه. فرصه تانية ان شاء الله. عن اذنك. Le chef nous a ordonné de vous ramener. Allons-y. Arrêtez. Reculez que je puisse voir. C'est jeté de là-haut. Abdallah. Un appel pour vous.
شو رايك نتعشى الليله بالريف؟ السياره رح تجيك الساعه 9. Veuillez arrêter, s'il vous plaît. مسكين ما قدرش يعيش هنا، لو كان رجع بلده كانوا قتلوه عشان آراءه سياسية. المهم اهدي انت بس، اهدي. طب ليش هيك عمل بحاله؟ لأنه حسام قال له يسيب الشغل آخر الشهر. حسام قال له يسيب الشغل؟ ايوه بيدعي انه بيتعاطى المخدرات وبقى سكري ومهمل في الشغل. مش ده السبب. السبب الصور اللي اديتها لنا ام حسان وعرف ينشرها، وحسام كان لازم يعاقبوا عليه. معقول عم بيصير استاذ حسام؟ عبد الله انتحر. بشارة بيه مبسوط منك قوي، ده لسه كان بيكلمني دلوقتي. مبسوط من شو؟ من شوية الورق المطبوع اللي اعطاني اياهم؟ ما ترك لي مجال اساله سؤال واحد، شو هالانترفيو هيدا؟ ده ما يمنعش ان هو مبسوط منك قوي، ده موصيني عليكي قوي قوي قوي. عن اذنك استاذ حسام. الدنيا دي اخذ وعطا. سالو مون امور. هاي ايه شحنة الامل دي؟ انت كنت مخبيه ده فين؟ انت اللي خليت كل ده يطلع بره. انت اللي اديت له نور حقيقي. تعرفي يا عايده، انا ما كنتش عايش قبل ما اقابلك. عمر احنا لازم نفكر بجد في مستقبلنا. احنا لازم نرجع مصر. ليه نرجع؟ هو في عقل يفكر يسيب البلد دي بعد ما كون مستقبله ونجح؟ احنا هنفضل عايشين في غربة. انا بجد ابتديت ما استحملش. انت ازاي تحسي بالغربه وانت معايا؟ معرفش، الغربة زي نبات وحش بيكبر جوانا. كل ما افتكر النيل ووشوش الناس الطيبين واهلي بحس بالضياع. ايوه ديك زورنا وما نقدرش ننساها، بس برضه فرص النجاح هنا اكبر بكتير. انا زهقت من هنا خلاص. باريس بالنسبه لي بقت زي فستان قديم لبسته لحد ما شبعت. صدقني مفيش حاجه مخلياني هنا الا انت. وطول ما انت في حضني مش هتحسي بالغربه ابدا. عمر انا عندي طفل عنده 6 سنين مستنيني ارجع له. انت عمرك ما اتكلمتي معايا في الموضوع ده. هقول لك ايه بس، ابوه منعه يكلمني، مفهمه اني فضلت السفر عليه، وانا بقيت زي الشحاتة بشهد اخباره من كل الناس. بعد الطلاق ابوه خد حكم من المحكمة اني اشوفه مرة واحدة في الاسبوع في اسم بوليس. تصور اشوف ابني في اسم بوليس. بقى كل ده جواكي، طب انت ليه ما بتحكيليش؟ احكي لك ايه ولا ايه؟ شوف يا عمر، انا لما سبت مصر كنت بهرب من حاجات كتير. تسلط جوزي عليا، عقدة انوثتي، ايه اللي مفروض يتعمل واللي ما يتعملش. كنت بهرب للحرية
عشان أأكد فيها وجودي، لكن دلوقتي خلاص رميت كل ده من ورا ظهري. وهترجعي تلاقيها قدامك، يعني لا كأنك سافرتي ولا اتغربتي، هتبتدي من الصفر يا عايدة. لا، لأني بقيت إنسانة تانية عارفة طريقها كويس، وهكون أقوى وأنت معايا. أبقى معاكي إزاي بس وأنت في مصر؟ شو رايك اذا بنشتري بيتزا وبناكلها عندك؟ ناكلها في المحل احسن. ليه عم تتهرب مني كمان؟ عشان بحبك ومش عايز اخسرك كصديق. Madame Dupont, c'est vous qui avez ouvert l'appartement et reçu les fleurs? Non. Merci. أنا ما بينعمل معي هيك. صار لي ساعة ناطر وحدي بالمطعم وما شرفتي حضرتك، حتى ولا كلمة اعتذار. أنا ناطرك بأي وقت بتحددي. إن شاء الله يكون الورد عجبك. ولد الحرام سرق الشيء. Oh là là, la plus belle voix de monde arabe. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Ça va. بصراحة أنا اتخانقت مع السي علي وعايزة أشتغل. أنفع؟ تنفعي؟ اتفضلي اتفضلي. ده أنا هخليكي ملكة الغناء في باريس. هعمل لك دعاية ما حصلتش. هجيب لك أحسن أوركسترا في باريس. الحمد لله على السلامة. إيش خلاك تشرفنا؟ مش خلاص خديتي فلوسك سرقتيها؟ قولي كنت فين؟ أنا حرة. لا، أنت مش حرة. ليش؟ راجلي؟ ولي أمري؟ أنا رفيقك وراجلك. راجلي؟ أنت تمزح. هذا كان زمان، من اليوم خلاص كل شيء انتهى وكل واحد فينا بطريق. يا هاد البنت كيف قادرة تعيشي من غيري؟ انت ملكي انت والشقة دي وكل الهدوم اللي عليك. زيد بان على حقيقتك. أنا لميت من الشارع وانت بنت الشوارع. وانت نص راجل. لا مش راجل، انت عجوز وعاجز. رخيصة مومس، بعتي نفسك بشوية الفلوس. هذه هي آخر تضحيتي وعشرتي معاك. شنو باش لك الحقيقة؟ راجل متزوج شرا مومس فلوسه. انت رجل قذر وحقير. من الشارع نعيتي من الدوران في الشوارع، ما تعوديش ترجعي لنا مرة ثانية. أنا لا بغيت نعرفك ولا بغيت نفكر اليوم اللي عرفتك فيه. الشارع سبيس دو بيت. خدي يا حبيبتي اشربي. زلني وعايرني، نسي كل اللي عملته عشان، نسي الشباب اللي ضحيت بيه. كل ده عشان طلبت
تأمن لي مستقبلي. عارفة يا سعاد، العلاج بالكي اللي بيستعملوه البدو اتهيألي هو ده علاجك. اللي قالهولك سي علي جارح ومؤلم لك المظبوط. أنا قلتلك من زمان تبعدي عنه وتدوري على طريق يأمن لك مستقبلك. سمعتيش كلامي؟ وديكي دلوقتي بتدفعي الثمن. حتى انت يا عايدة. أنا برضو مجروحة زيك يا سعاد، واقفة في نص طريق، مش عارفة اختار. ابني وبلدي وحياتي في كفة وحبي في الكفة التانية. مش قادرة اختار ولا عارفة اعمل ايه. بس على الأقل بترسمي والرسم بينسيكي. لا انتي غلطانة، بالعكس الرسم بيفوقني اكتر. صعبان عليا أهلي وبلدي اللي سبتهم عشان وهم باريس. انتي عارفة احنا مفروض نعمل ايه يا سعاد؟ ناخد قرار في حياتنا وساعتها كل مشاكلنا هتتحل. الدنيا بتضحك ليه؟ الدنيا بتضحك ليه وانا ياما شفت كتير بتاخدني بتحضني وماليني حب كبير. الدنيا بتضحك ليه؟ خلاص البال ارتاح، اليوم كله افراح. وينك وين حبيبي؟ بستناك حبيبي طول عمري وانا بستناك. البال ارتاح، كله افراح. وينك وين حبيبي؟ بستناك حبيبي طول عمري وانا بستناك. الدنيا بتضحك لي وانا ياما شفت كتير بتاخدني بتحضني وماليني حب كبير. الدنيا بتضحك لي. خليني بعيد عن اي هموم، انا نفسي اعيش عمري اغني. انا قلبي سعيد مرتاحه اكيد ولا شيء في الدنيا حيشغلني. خليني بعيد عن اي هموم، انا نفسي اعيش عمري اغني. انا قلبي سعيد مرتاحه اكيد ولا شيء في الدنيا حيشغلني. الدنيا بتضحك لي وانا ياما شفت كتير بتاخدني بتحضني وماليني حب كبير. الدنيا بتضحك لي. مبروك نجحنا يا قمر. ميرسي يا سي منصور، معروفك مش حنساه. معروف اللي انت عملتيه في الصالة أكبر معروف في الدنيا. ده كله من فضلك يا منصور. سعالي ده كلمني كذا مرة وبيعاتبني. أنا مش عارف انت ايه اللي كان عاجبك في الراجل ده. فلوس مش غني، حلاوة أعوذ بالله. الأمان يا سي منصور. الأمان ده لعبتي مش لعبته. أنا عايزك تشيليه من دماغك خالص. انت النهاردة أميرة الغناء في باريس ومش محتاجة لحد خالص.
الراجل ده لو بطل الدعم عن الجورنال هيتخرب بيتنا، وده لمصلحتك ولمصلحة الجورنال. يعني مستقبل الجريدة صار بإيدي أنا؟ ما انت عارفة حالتنا، وانت عارفة ان الجورنال ده عايش على الدعم اللي بيجي من هنا ومن هنا. على فكرة الزعيم انبسط قوي من تحقيقك. والمطلوب؟ بسيط، تاخدي له كم عدد من الجرايد اللي هو طلبهم مننا واشكري. أنا بدي أعرف هذا الرجال شو بده مني. ما عليه، عرفيني من هالمهمة، أنا ما رح روح. دي نصيحة الأستاذ كمال صاحبك؟ طيب، على كل الأحوال هضطر أبلغ الزعيم رفضك. يعني الجورنال بقى مؤسسة دعارة. شايف إنه أنا وياك عاملين عليكم بيل، وأصر إنه روح لعنده، وكمان وصلت معه القصة للتهديد. أنا مروح بدل ما أخش أضرب. كمال جريف، تصور يا عمر، تامر هنا في باريس. تامر مين؟ تامر ابني. شفتيه فين يا عايده؟ ما شفتوش، ماما قالت لي انه هنا في رحله مع المدرسه. ادوك العنوان بتاعه؟ لا، ابوه ما قالهاش ان هو هنا، هي عرفت بالصدفه من ام واحد صاحبه. لازم اشوفه يا عمر، لازم ادور عليه. هندور عليه فين بس يا عايده؟ دي باريس كبيره قوي، وبعدين ابوه لا يمكن يجيبه هنا طول ما عارف انك موجوده. تامر وحشني قوي يا عمر، كل يوم بيعدي بحس انه هينساني. معلش يا حبيبي، ولا تزعلي نفسك. تعالي نشم شويه هوا. مين اللي بيتكلم؟ انت عاوز مين؟ ما تنطق. انا ماما يا تامر، ماما. ماما؟ مش قلت لك ما تمسكش التليفون؟ دي ماما يا بابا، ماما. ماما اللي سابتك ورمتك وما سالتش عنك، بتكلمها يا عبيط. شو هالمجنون هيدا؟ ده سكران ولا مبلبع؟ لا، هيدا كان بده يقتلني. يقتلك ايه بس؟ تعال هاكلك اكلة كوارع جميلة جدا. كوارع بباريس؟ هي تحلى الا في باريس. تعالي بس يلا. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا منصور. سعاد، شكرك ليا انك تديني بوسه. لا لا يا منصور، انت مش طلبتي الحمايه والامان، وانا تحت امرك، وفرت لي كل حاجه. عايزه ايه تاني؟ شغلي دلوقتي هو حمايتي. خلينا اصحاب احسن. اصحاب؟ يبقى تعاملنا هياخد طريق تاني خالص. ايه هو الطريق التاني؟ انا بكره معزوم عند ساري عربي في بيت، عامل حفله وعازمني فيها. هاخدك تغني معايا. هيدفع كويس؟ والله بقى انت وشطارتك.
شو في؟ ولا حاجة. بعتني مهمة بيروت ولازم اسافر بكرة. وقد ايه طول المهمة؟ مش عارف. الظاهر عاوز يخلص مني. المهم انتي خدي بالك من نفسك. بتتركني لوحدي هون؟ لو عوزتيني اتصلي بيا هتلاقيني جنبك على طول. مش هوصيكي خدي بالك من نفسك. أنا عارف إنك عم تشتغلي. الله يعطيك العافية. شو ما رح نشوفك؟ نحن ما بناكل ناس، بالعكس نحن بندلعهم كثير. لحد هلا كنا عم نمزح. Nous nous dirigeons vers le bois de Boulogne. C'est qui ces gens-là? Ça va être ta fête. لما بتكوني كلبة شوارع ما تعملي شريف يا علي.
سافا؟ لبس عليك. رشيدة، انت تعرفيني؟ ايه كان عارفك. مشينا مدرسة سيدي بوتشيش. سعاد. سعاد، mais qu'est-ce qui t'est fait aller? Mais allez, laisse tomber, سعاد. يلا يا حبيبتي الراجل مستني. يا هلا، صوتك كثير حلو وشكلك كثير حلو وكل شيء فيكي حلو. دقيقي على اوضة النوم. ايش بيكي؟ ايش؟ ياكي جاية تغني؟ يلا يلا، أنا ما أريد أقصر. Qu'est-ce qu'elle est belle, mais c'est pas vrai. Elle est mignonne comme tout. ايه اللي بتقوله ده؟ مكسيت سعاد. écoute. مش عاجبك الزبون. أنا موجود يا حبيبتي. ها، ما تقلقيش خالص. انتي مفيش عندك الا الرجاله؟ ما تفوقي لنفسك يا سعاد. انتي عارفه ان امل في المستشفى؟ مستشفى؟ ليه؟ حاولوا يقتلوها، ضربوا عليها رصاص. مين دول؟ حكايه وسخه. كل حاجه في البلد دي بالنسبه لنا بقت وسخه. انا خلاص قربت اتخنق. والبوليس ما عملش حاجه؟ بوليس؟ هو البوليس يعرف يعمل ايه مع الزعيم؟ أنا عايزة أشوفها. إحنا لازم نروح لها المستشفى. الحمد لله على السلامة. نورتي بيك. هالمرة أجت سليمة، المرة الجاي لا. هذا عم بيهددني هالمنحط. شو مستنية؟ ما تبلغي البوليس. بوليس ايه؟ انتوا ناسيين ان احنا مش فرنساويين؟ يعني عمر البوليس ما هيعبرنا. بس أنا رح أعرف كيف بدي آخذ بكاري. الانتقام عمره ما يوصلك لأي نتيجة. خايفة عليكي قوي يا أمل، خدي بالك من نفسك. الخوف هو اللي بدمرنا، بس أنا رح أقاوم لآخر لحظة. على فكرة يا بنات، أنا خلاص قررت أرجع مصر. مش ممكن يا عايدة، أنا ما نقدرش نعيش من غيرك. أنا بعرف قد إيه كان صعب عليكي تاخدي هالقرار، بس بالنهاية كل واحد منا بده يشوف وين سعادته ويعملها. مشان هيك أنا كمان قررت أتجوز كمال. برافو عليكي، ده أحلى خبر سمعته في حياتي. طب وفريد؟
بعمري ما رح انساه. بس كمال الانسان الوحيد اللي حسيت معه بالامان. وانت يا سعاد ناويه تعملي ايه؟ هغني لكم في المناسبة الحلوة دي. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. شو بينا شو بينا يا حبيبي شو بينا، كنتوا كنا تضلوا عنا وافترقنا. شو بينا شو بينا شو بينا يا حبيبي شو بينا، كنتوا كنا تضلوا عنا وافترقنا. شو بينا. Roger, Oui. est-ce que tu arriverais à pardonner à une personne qui a vécu toute sa vie dans l'erreur? Bien sûr. Si cette personne est prête à changer sa vie, Je te le promets. alors on récite la Fatiha. La Fatiha? Bien sûr. Comment tu la connais? Ma mère, elle est algérienne. Elle est musulmane. C'est vrai? Oui. Alors, recette la Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. انا هعوضك عن كل حاجه خسرتيها في الدنيا. بعدي عن ابني مش ممكن يتعوض. ابنك هيكبر وهو اللي هيدور عليكي. هو في ام بتتنسي؟ ما اقدرش استنى لحد ما ابني يكبر وهو اللي يجيلي. لازم يحس اني عايزاه وان انا اللي بدور عليه. يا حبيبتي اسمك ابتدى يتشهر هنا، هتبقي رسامه عالميه. فكري بقى ما تضيعيش علينا الفرصه. عمر انا اشتريت التذكره وراجعه مصر. وانا بعتيني بالسهوله دي؟ ما اقدرش ابيعك يا عمر، بس عمري ما هعرف اساعدك طول ما انا حاسه ان ببني سعادتي على سعاده ابني اللي ملوش ذنب في حاجه. عايده انا ما اقدرش اعيش من غيرك. ولا انا راجعه مصر ومتاكده اني هلاقي حل لمشكله تامر، وساعتها يا سيدي هرجع لك واقول لك شبيك لبيك حبيبتك بين ايديك. خلاص اجي معاكي مصر، بس توعديني ان احنا نرجع سوا. من غير ما تيجي معايا اوعدك اول ما احل مشكلتي هنكون مع بعض في اي مكان في الدنيا. انا مش عايز اودعك علشان عمر ما هيبقى في وداع بينا. تامر ماما حبيبي وحشتني يا حبيبي. الحمد لله على السلامة. تعالي نتكلم في البيت أحسن. البيت ما اتغيرش زي ما هو. البيوت ما بتتغيرش،
احنا اللي بنتغير. انا مبسوط انك رجعتي لعقلك ونسيتي الكلام الفارغ اللي ضيع لك 4 سنين من عمرك. عشان كده انا مستعد ان اسامحك ونرجع زي الاول. ماما انت هتقعدي معانا على طول مش كده؟ مش هتسافري تاني؟ انت عارفاني طول عمري راجل عملي، وعشان ما يحصلش اي خلاف لازم نكون متفقين على كل حاجه. عن اذنك لحظه. وحشتني قوي يا حبيبي. اصل بابي كان بيقول عليكي وحشه وانا كنت بسمع الكلام. انا عايزك تمضي على الورقه دي عشان رجوعنا لبعض يبقى على نور. ورقه ايه؟ ده تعهد انك تتفرغي لتربيه ابنك تماما. ده شرط رجوعنا لبعض. ومين قالك اني عايزه ارجع لك؟ انت عمرك ما هتتغير. في الحاله دي مش هتشوفي ابنك. لا يا بابي دي مامي وانا هشوفها. كان ممكن تعمل ده وانا بره، انما دلوقتي بعد ما رجعت مفيش قوه في الدنيا هتمنعني اني اشوف ابني، حتى لو هدفع حياتي كلها تمن لده. انا امنعك. وانا كمان همنعك. ابنك عندك اهو، امنعه. والورقه دي بقى تبلها وتشرب ميتها. يلا يا تامر. باي بابي، يمكن اعدي عليك بكره. أنا كنت متأكد إنك رح تجي. ما كان من الأول لشو كل هالتعب؟ تعب بخلي المتعة أكبر. يا بنت الكلب، وين كنتي مخبية كل هالشي؟ الزعيم نايم، ما حدا يزعجه. À l'aéroport Charles de Gaulle.
كمال، انت الانسان الوحيد اللي حسيت معه بالامان. ولما مشيت من باريس حسيت اني مش رح اقدر اعيش مع اي حدا تاني غيرك. على العموم انا هاخدك على مكان دلوقتي انا عارف انك بتحبيه قوي، ومن هاللحظة انا معك باي مكان. تقبل الله. بصي،